السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. طبعا احنا ياما بنقول لكم ان موضوع السمنة لما الفرخة يجي لها دهون كده عند مخرج البيض ويبقى عندها سمنة وتسد مخرج البيض، ده حاجة ما بتتعالجش، صح؟ ياما بنقول لكم كده ان دي حاجة ما بتتعالجش، ودايما بنقول لكم ان العلاج بيبقى صعب وبياخد وقت شوية، بياخد منك شهور وكده. فاحنا النهارده جايبين لكم علاج سريع جدا احنا جربناه مع الفرخة اللي عندنا. حصل معانا الموقف ده بالتفصيل. الفرخة اللي عندنا قطعت بيض، عندها 3 سنين، بقى عندها سمنة زيادة جدا عند مخرج البيض. عملنا معاها بعض السلوكيات كده واديناها بعض الاكلات علشان خاطر تخس، وكنا بصراحة فاقدين الامل. يعني احنا كنا فاقدين الامل في الفكرة، لان احنا عمرنا قبل كده ما جربنا نتعب على الفرخة ونخسسها، لان فكرة ان انت تخسس فرخة دي محتاجة يعني مجهود بصراحة، ومحتاجة تركيز وتفاصيل كتير وممكن تحتاج لأدوية. لكن احنا بدون أدوية، عن طريق بعض الأكلات وعن طريق بعض السلوكيات، عرفنا نخلي الفرخة تخس تماما وترجع تبيض تاني بعد 15 يوم. تخيل، بعد 15 يوم الفرخة رجعت تبيض تاني وتعالجت من مشكلة السمنة. قبل أي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول عن طريق إشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. كلنا عارفين يا جماعة ان موضوع السمنة ده يعني شبح بيهدد الكثير من المربيين، لان فعلا الفرخة اللي بتسمن وبيبقى عندها سمنة عند مخرج البيض بيذبحوها. ليه بيذبحوها؟ لان هم بيبقوا فاقدين الامل تماما في ان هم يعالجوها من مشكلة السمنة، وان هم يعالجوها من مشكلة قطع البيض، فبيريحوا دماغهم ويذبحوها ويستفيدوا باللحم بتاعها، لان هي هتاكل علف وهتاكل وهيصرفوا عليها من غير فايدة، مش هتبيض يعني. تمام؟ طبعا بكلمك على الناس اللي بتربي الاستفادة الشخصية او اصحاب المشاريع، سواء ده او ده. كده كده الواحد يعني بيبقى عايز البيض اللي عند الفرخة، جابت البيض خير، ما جابتش البيض بتتذبح. ده اللي بيحصل في اغلب البيوت وفي اغلب المشاريع وعند اغلب التجار والمربيين. لكن احنا قررنا بقى نخوض المغامرة من فترة كده، من حوالي بالظبط 16 يوم قررنا نخوض المغامرة، وكان عندنا فرخة لقيناها قطعت بيض بسبب السمنة مع بداية دخول البرد. تمام؟ بدأت ايه تقطع بيض بسبب السمنة. طبعا الموضوع ما كانش متطور بشكل كبير عندها، لكن كان في سمن كتير عند مخرج البيض. احنا بقى قلنا هنعالجها ولا هنذبحها، هنقدر نعالجها ولا مش هنقدر؟ قلنا لا خلاص هنغامر المرة دي ونجرب نعالجها، وننقل لحضراتكم ايه خلال الفيديو ده ان شاء الله وخلال القناة التجربة بتاعتنا، هل نجحت التجربة ولا ما نجحتش. المهم ان هي الحمد لله نجحت. احنا عملنا ايه خلال 15 يوم علشان خاطر نخلي الفرخة دي اللي عندها 3 سنين المفروض تكون كبرت خلاص، يعني المفروض ان السمن اللي عندها صعب يسيح او صعب نتخلص منه، لكن ده عندها 3 سنين وقطعت بيض بسبب السمن، واحنا عرفنا نعالجها في 15 يوم. اول حاجة عملناها ان احنا حبسناها في مكان لوحدها. ركز معايا في الكلام، لان كل خطوة مهمة جدا لما تيجي حضرتك تعالج فرخة عندها سمنة وعندها دهون عند مخرج البيض. لازم تعمل كل خطوة زي ما احنا عملناها كده بالظبط بالظبط وبمنتهى الدقة، لأن لو في خطوة منهم فلتت الفرخة مش هتتعالج، واحتمال يحصل لها حاجة منك تتأذي، لأن أنت هتدخلها في زي ما بنقول كده بالنسبة للبني آدمين يعني رجيم قاسي. رجيم قاسي جدا، هتحط الفرخة تحت نظام غذائي صعب جدا وقاسي جدا بالنسبة لها، خصوصا في فصل الشتاء. تخيل انت في فصل الشتاء بتعرض الفرخة لرجيم قاسي وبعض التفاصيل اللي هي تعتبر صعبة جدا. اول حاجة هتحبسها في مكان لوحدها، ما يكونش معاها اي نوع من انواع الطيور التانية، فرخة لوحدها في مكان، في عشة، في قفص بس يكون واسع شوية. المهم يكون داخلها هواء، والمهم ان يكون داخلها شمس، والمهم ان هي ما يبقاش يعني المكان وسخ، يبقى بيتنضف باستمرار وسهل تنظيفه. نعمل ايه بقى ونقدم ايه للفرخة دي علشان تسيح الدهون اللي عندها وترجع تبيض تاني؟ احنا بنقدم ليها اكلات طول اليوم. الصبح بنعمل ايه؟ الصبح بنقدم ليها قليل من القمح، القمح الحبة الكاملة. تمام؟ قليل من القمح يعني 15 20 جرام بالكتير قوي، 15 20 جرام للفرخة دي، ما تزودش عن كده. النهار كله بقى بتقدم ليها ايه؟ النهار كله بتقدم ليها خضروات. تقدم ليها البرسيم،
تمام. تقدم ليها اللي هو الحشيش، البرسيم اللي هو الحشيش، تمام. في بعض الناس بتسميه الربيع، في بعض الناس بتسميه الربيع علشان بيطلع في فصل الربيع. تقدم ليها خضروات ايه تاني؟ تقدم ليها كرنب، تقدم ليها بواقي جرجير، عندك بواقي بقدونس، بواقي فجل، بواقي بصل، بواقي اي حاجه. التوم ممكن تقدمه بكميات قليله، المهم ان انت طول النهار بتقدم ليها خضروات بس، تمام. طبعا هي بعد كمية القمح القليلة اللي انت اديتها لها الصبح، وبعد كده الخضروات بالنهار، هتكون جعانة جدا بالليل، هتكون جعانة جدا بالليل. الفترة دي هي بقى هتخس فيها. اوعى تصعب عليك وتديها اكل بالليل، برضو بالليل انت هتظل على موقفك وعلى الرجيم القاسي. هتقدم ليها ردة فقط بالليل. الردة، يعني لو حضرتك مش عارف ايه هي الردة، اكتب في جوجل كلمة ردة، تمام. الردة اللي هي بتبقى طالعة من العيش دي، بتتباع لوحدها، يعني بتتباع هتلاقيها لوحدها، تمام. هتشتري الردة دي وتخليها عندك، لان دي الوجبة المشبعة الوحيدة اللي هتقدمها للفرخة دي، تمام. لكنها مشبعة وفي نفس الوقت بتخسس. الردة دي وجبة مشبعة وفي نفس الوقت بتخسس. هتدي الفرخة قد ايه؟ هتديها 70 جرام، 70 جرام. هنمشي على الرجيم القاسي ده اسبوع اسبوعين، هنعدي ال 15 يوم ان شاء الله. هنلاقي الفرخه بترجع عادي جدا لطبيعتها، وهنلاقي الفرخه بترجع عادي جدا تبيض. بس طبعا الموضوع بيعتمد على كذا حاجه، الموضوع بيعتمد على كذا حاجة، مش بس على الرجيم اللي انت عملته والنظام الغذائي اللي حضرتك عملته. الموضوع برضو بيتوقف على الحالة بتاعت الفرخة، الفرخة نفسها يعني حالتها، ووصلت لقد ايه، وصلت لفين، وصلت لفين من السمنة، علشان خاطر حضرتك تعرف تعالجها ولا لا. لو الدهون اللي عليها واللي على جسمها كتيرة جدا، ممكن تاخد اكتر من 15 يوم، ممكن تاخد 20 يوم، ممكن تاخد 30 يوم، كويس. احسن ما تقعد شهور، احسن ما تقعد شهور مش عارف تعالج الفرخة. 30 يوم ده مش رقم كبير على فكرة، ده رقم الناس بتتمنى توصل له. يعني الناس فعلا بتتمنى ان هي تعالج الفرخة من السمنة علشان ترجع تبيض تاني، لكن اغلب الناس زي ما قلت في البداية بتكسل تعمل كده، واغلب الناس بتقول لك لا خلاص يا الفرخة كده راحت، انا اذبحها واستفيد من لحمها وكل التفاصيل دي. لكن انا اؤكد ليك ان النظام الغذائي ده اللي انا قلته خلال الفيديو، اللي هو حبس الفرخة لوحدها، 15 جرام من القمح صباحا، خضروات طول اليوم علشان خاطر تخس، وبالليل بقى الوجبة المشبعة بتاعتها هتكون ردة لو مشيت على النظام ده، وتهوية جيدة وشمس جيدة بتدخل لها وكل التفاصيل دي، تمام. وتبعدها عن البرد، هي بنسبة كبيرة جدا 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 هترجع عادي جدا تبيض بعد 15 يوم. وبالكتير قوي ممكن تطول، لو هي السمن اللي عندها كتير، هتطول مثلا توصل 20 يوم 30 يوم بالكتير، وترجع عادي جدا تبيض من جديد، ومشكلة السمنة اللي عندها هتختفي تماما. ده كان الفيديو، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول عن طريق إشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب. ونشوفك على ألف مليون خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.